المستقبل. تعالوا نشاهد هذا التقرير إخوتي وأخواتي. قطار فلسطين. מישהו אמר עליי פעם, כשג'אבו נכנס לאיזה כפר, הוא כמו ילד קטן לחנות צעצועים. האמת היא שלחזור אליו מאוד מרגש. יהודי דתי, يهودي متدين من سكان عفرة. הנה, זה אדן. هنا يحاول أن يتحدث عن الحجارة ويتحدث عن التاريخ ويتحدث عن العمق. يصور، يسجل، يكتب، ولم يرى مثل هذه الحجارة من قديم. أنا مجنون؟ הנה, אתה רואה, העמוד הזה שלכאורה הוא עמוד סתמי, הוא רלס של רכבת. هذا العمود الذي ترونه هنا كان في السابق تابع لسكة الحديد. نتابع سكة الحديد التي كانت في فلسطين قبل إسرائيل ب50 عاما. كانت خط الحجاز. لمن يذكر، لمن قرأ، لمن يعرف خط الحجاز الذي كان في فلسطين قبل أن تأتي إسرائيل، كان في فلسطين مطار وكان قطار وكان تاريخ وكان حياة، وكانت فلسطين من أجمل الدول العربية كلها وأجمل دول المنطقة. صدقوا وتابعوا القطار، قطار فلسطين الذي كان يأتي من الحجاز إلى الأردن، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى فلسطين. من السعودية في 1914 كما تلاحظوا هذه محطة المسعودية. تذكروا أو لا تذكروا، تقرأوا أو لا تقرأوا، هذه الحجارة 1914 كان القطار، قطار فلسطين. مرحبا يا حاج. اهلا وسهلا يا مرحبا. حياك الله عبد السلام، شو الاخبار؟ حياكم الله. انت متذكر سكة الحديد نعم. والقطار؟ اه اليهود كانوا يركبوا معكم صح؟ اللي بقول اللي موجودين في فلسطين كانوا يركبوا صحيح. وبين 110 عمره 110 سنة. عبد السلام يوسف كان حضر الحرب العالمية الأولى، ويتحدث فعلا عن أن كان قطار فلسطين موجود هنا، وسافر العرب واليهود في هذا القطار والمصريين. وهذه الصور لأول مرة من أرشيف قطار فلسطين. طبعا إسرائيل صادرت كل أرشيفنا. ذاكروا وين رايحين وين جايين، طبعا هذا كان موجود، ما كان في مشاكل، ما فيش واحد يقدر يتعدى على يهودي. عبد السلام دوغلاس الحاج أمد الله في عمره في تقرير جديد يتحدث عن القطار. قطار الحجاز كان يأتي إلى دمشق وبعد ذلك إلى الأردن كما نلاحظ، وحتى 1302 كيلومتر في المدينة. لمن يريد أن يحج بالقطار كان هذا ممكن. ومن درعا يأتي إلى حيفا ويمر بالعفولة، ومن العفولة تأتي السكة إلى نابلس، يقف القطار في نابلس. سنلاحظ ونذهب لنرى في جبال الضفة الغربية أين سكة الحديد، أين كانت تمشي في نابلس. هذه التي نمشي عليها مكان سكة الحديد القديمة. هذه الرصفة كانت بدل سكة الحديد. من هنا كان يمشي القطار وسط هذه الجبال. وهذه صور لأول مرة، إذا كانت تهم وزارة المواصلات الفلسطينية، هذه صور لأول مرة من إرشيفنا الذي سيطر عليه الإسرائيليون. هذه الطريق العثماني. شوف قبل الحرب العالمية الأولى حين كانوا يمدون هذه الطرق يدويا، يحفرونها بأيديهم بالفأس والطورية يحفرونها. هنا كان القطار يسير، وكان منه جزء من الحجاج المسلمين حتى يأتوا إلى المدينة كانوا يستقلوا القطار. كل هذا كان يعرف أيضا من الناحية الاقتصادية والدينية، ومن ناحية الشوارع الإمبراطورية العثمانية كانت تمد يديها إلى كل الإمبراطورية. هنا حين تشعر بأن جبال نابلس تضيق عليك، لكن تعرف ماذا فعلوا هنا. عمال فلسطين بنوا هذه السكة قبل الحرب العالمية الأولى، وهي موجودة حتى الآن. نحن نلاحظ هنا تحت الجبل، حفروا تحت الجبل بالإزميل بالإيد، حفروا كل الجبل حتى يمر القطار.
هنا كان يمر القطار تحت الجبل. أهل نابلس حفروا النفق في الجبل قبل الحرب العالمية الأولى. קשה שלא להתפעל מהיצירה הזאת. صعب جدا ألا تتأثر من هذا، أن تجده بعد 100 سنة بالضبط. نحن 2014، في 1914 كان القطار العثماني يمر هنا من نابلس تحت هذا الجبل، ولغاية الآن موجود. 10-20 كيلومتر سرعته كانت في الساعة، ويمر من هنا بسرعة 20 كيلومتر في الساعة. تعال نعود للسنة. ما الذي يحدث هنا؟ ما هذه محطة قطارات. عد بنا 100 سنة. هذا المؤرخ الإسرائيلي يقول قبل 100 سنة كان العثمانيون هنا، وبعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى جاء البريطانيون.